وحد فعلا ملاحظ الموضوع ده ولا انا بس؟ يعني هو دايما يعمل مشاكل وكمان مع ستات. حوالي 12 واحده لحد دلوقتي. الرجاله اللي عمل مشاكل معاهم اتنين تلاته تقريبا. ده نتكلم عنهم في حلقه تانية، بس الحلقه دي هنتكلم عن كل مشاكله مع الفنانات. الستات غير اللي موجودين على الكفر طبعا، ده في كتير جدا. هحكي لك بس ايه المشاكل اللي حصلت ايه. ممكن يكون هو السبب فيها، ممكن ما يكونش هو السبب فيها، ممكن ما يكونش هو السبب فيها. هنشوف في الحلقه الطويله جدا النهارده الممتده دي كل المشاكل اللي حصلت مع محمد سامي. اشترك في القناه وفعل الجرس ودوس لايك وشير. وحلقتنا النهارده عن ازمات محمد سامي ومشاكل محمد سامي مع الفنانات. وزي ما انت شفت شيرين وانغام ولسه ايمي سالم ونسرين، وهنبدا بمشكله عفاف شعيب. عفاف شعيب، ودي حكيتها عفاف شعيب نفسها. وبالمناسبه كل قصص النهارده حكوها اصحابها نفسهم، مش اخبار يعني متداوله كده وخلاص، لا، ده في سجالات حصلت حتى في الفتره دي. عفاف شعيب قالت مشكلتها عفاف شعيب قالت مشكلتها انها كانت في مسلسل ادم. المفروض ان هم في الفيلم المفروض ان هم في المسلسل بيركبوها البوكس، والبوكس كان عالي شويه وهي ركبتها صعب جدا انها تطلع الطلعه دي كلها. فهو لا، لازم تطلعيها. فهو صمم انها تطلع الطلعه دي من غير اي مساعده. فقالت له لا، مش هينفع، مش هقدر اطلعها. فهو برضه مصمم انها تطلع. وبيني وبينك، ورغم ان هو مخرج وليه رؤيته الخاصه بيه، ولكن انا مش شايف انها هتفرق خالص ان احنا نشوف واحده طالعه البوكس. ما كنت قط وخلاص وهي نازله من البيت، وجيب لها الشوط اللي بعديه وهي جوه البوكس. لكن طبعا يعني مش فارقه، يعني ما مش هناخد اوسكار. يعني المسلسل ما خدش اوسكار في الاخر يعني ولا يعني كانت دي ليها اي تاثير درامي. لكن فكره انها تطلع بنفسها، يعني فين حتى يعني مش اطفاء مصداقيه ولا اي حاجه. احنا نفسنا ما حسيناش بالمشهد ده. لكنه صمم بقى، لا هتطلعي يا ابني، انا ركبي مش عارف ايه، لا. فالمهم تاني يوم دخلت المستشفى، فحس ان هي بتتهرب من التصوير اساسا. فقال لهم دي بتتدلع، رغم ان هي كانت داخله وعملت عمليه فعلا، وفي او يعني رجلها فعلا كان فيها مشكله. وفي فنانين فعلا راحوا زاروها في المستشفى، يعني ما كانتش بتهزر. فاستغربت جدا وحكت الموقف ده. المشكلة اللي بعدها مع إيمي سالم. وإيمي سالم دي ممثلة طبعا، وظهرت في أعمال كتيرة جدا. وعندنا المشكلة دي كانت في فرح نيللي كريم من لاعب الاسكواش هشام عاشور. ووقتها كانت إيمي سالم حسب كلامها يعني إنها انتقدت مسلسل نسل الأغراب. وقالت ده مسلسل، حتى مش أنا بس اللي انتقدته، ده 300 مليون واحد أصلا في الوطن العربي انتقد المسلسل ده. فبالتالي الاستاذ سمع النقد بتاعه وعرف ان انا انتقدته على الفيسبوك. فشفته في فرح نيللي كريم. فقلت المفروض اسلم عليه يعني عادي، عشان ما عنديش اي مشكله خالص مع حد شخصيه، والنقد عادي يعني. فرحت اسلم عليه. فبتقول ما لقيتش منه غير انه زقني بايده او دفعني بايده، وتلفظ بالفاظ نابيه ضدي، شتمني يعني، ومشي. وانا والله كنت فاكره انه هو يعني هيبقى مقدر النقد وكده. ولكن وقالت انا قلت على العمل الفني انه عمل فني ركيك جدا يعني، وضعيف للغايه. الحسنه الوحيده اللي فيه اسامي الابطال اللي هو احمد السقا وامير كرارة. لكن يعني هو اهني لما شافني في الفرح، وانا ما رضيتش اعمل مشكله عشان فرح نيللي كريم ما يبوظش وتحصل فيه اي مشكله خالص. وانا مش هحكي عن علاقتي السابقه باخوات الاستاذ محمد سامي البنات، وبزوج اخته اللي اعرفه قبل ما اجي اعيش في مصر. يعني وبتحكي بقى الواقعة. ولأن أهلي علموني، ولا إني بنت ناس، ولا إني علموني إن انتقاد شيء قدمته فنيا يعني مش خناقة وعركة. فلقيتني بنية صافية بقول له هتسلم عليا ولا لأ. ده في الفرح يعني، وهي أول ما قابلته. فما كان من الأستاذ محمد سامي المحترم قوي والراجل خالص، حرفيا بيدفعني بإيده بشكل عنيف وبيوسع الطريق لمراته. وكمان بيتلفظ بألفاظ سوقية عني. أنا سكت بس لحسابات، لأن تربيتي أولا ما تسمحليش إني أنزل، ده هي اللي بتقول. وثانيا عشان الليلة الجميلة لنيلي كريم تفضل ليلة جميلة. قالت بقى في آخر كلامها إيمي سالم عن الواقعة دي لكني حبيت أحكي الموقف بشكل علني هنا، عشان نعرف كلنا إزاي الأستاذ محمد الأستاذ المخرج شخص لا يعرف معنى الفن ولا الزمالة ولا سمع عن نقط نقط. طبعا مش هنقول الكلام الكتير اللي قالته، كلام برضه صعب جدا. حبيت اقول الكلمتين دول عشان نعرف مين هو محمد سامي. وشكرا يا استاذ محمد على اخلاقك اللي فعلا شبهك. قالت كده. المشكله اللي بعدها كانت عائشه الكيلاني. كانت في مشكله بين نسرين امين ومحمد سامي بسبب ان نسرين امين قالت ان اتشال. طب نبدا بنسرين امين الاول. بما ان مشكله عائشه الكيلاني مرتبطه بنسرين امين.
نسرين امين قالت زي ياسمين صبري في وقت مسلسل الاسطوره ان محمد سامي المخرج شال مشاهد منهم هم عشان يزود مشاهد مراته اللي هي طبعا مي عمر. وبرضه هو قال يعني وانا ممكن اشيل مشاهد ليه؟ ما انا ممكن عادي جدا ما احتاجش اشيل مشاهد، ودي على فكره صح. هو مش شرط عشان يزود مشاهد حد يشيل من مشاهد حد تاني. كده كده ما هو ممكن يشيل من مشاهد رجاله عادي. ما هو حر بقى يكتب الاحداث، هو المؤلف اصلا. ما هو كان ممكن اصلا ما يكتبش الشخصيات التانية دي خالص، وكان هيبقى مسلسل تافه جدا يعني ما فيهوش غير شخصيه واحده. لازم كان يعني من سبب نجاح يعني اي مسلسل تنوع الشخصيات الدراميه، فكان ممكن يوقع المسلسل اصلا وما يجيبهمش اساسا ويجيب مراته بس. فبالتالي هم هاجموه قالوا لا ده هو شال لنا مشاهد وكده. فطلع محمد سامي يهاجمهم ويقول لا دي هي اصلا كانت بتيجي متاخر وكانت بتضرب الاوردرات وكده. وبرضه في ضمن المشاكل بتاعته معاها قال ان دي ممثله مش قويه على نسرين امين وهي امتداد لعائشه الكيلاني. بما فسر البعض بقى ان هو اهانه لعائشه الكيلاني نفسها، فرجعوا ليها وكلموها قالوا لها يعني محمد سامي بيقول كذا 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 في مشكله مع واحده تانية، فراح مديها تشبيه ان هي امتداد ليك انت، فهل شايفه ان دي اهانه؟ فقالت لا انا مش هرد عليه، وممكن بالطريقه الساخره بتاعتي والكوميديه. وطبعا عائشه الكيلاني دمها خفيف جدا وكانت ممثله كوميديانه مالهاش حل. قالت انا ممكن اضحك عليه بالطريقه الساخره بتاعتي ضحك يخليه يعني اضحوكه للسوشيال ميديا، يعني يخلي الناس تتردد. يعني تلاقي خلي الناس يعني تردد الافيه اللي هي هتقوله عليه. يعني ممكن تقول له افيه يعني تخلي السوشيال ميديا كله تتكلم عنه من كتر ما هو افيه دمه خفيف. لكن انا مش هعمل كده. هنا دي مشكلته مع عائشه الكيلاني. فاضل مين تاني؟ اما مشكلته بقى مع ياسمين صبري فنفس مشكلته مع نسرين امام، اللي هي طبعا برضو اتهمته بانه شال مشاهد من دورها عشان يزود مساحة مي عمر، وانه دايما بيحاول يلمع مي عمر على حس يعني الاخرين اللي موجودين معه. خش بقى عند مشكلته مع غادة عبد الرازق اللي قالت ان هو اشتبك معاها وشدها من هدومها والهدوم اتقطعت ودخلوا في قضايا مع بعض، وهو كمان اتهمها انها جابت له ناس راحوا ضربوه في بيته واستأجرت له ناس ضربوه يعني جوه بيته قدام مراته. ويعني الاتنين قالوا ان احنا مش هنشتغل مع بعض تاني. وهي اتهمته برضو ان هو حصل مشاكل جامده جدا بينه وبينها والفاظ وكده. وبعد كده وصلنا لفكره ان يعني قالت ان هو ضرب احد الكومبارسات، والكومبارس ده جاب ناس كتير من عيلته وراحوا اتعاركوا معاه. حكايات كتيره جدا. وده اللي حصل برضو مع ممثله تانية اللي ادعت ان هو يعني اهانها او سبها او يعني بدأ يتطاول عليها، وكان كمان بنتها موجودة معاها في التصوير. واكتر من مرة حد كان قال ان في مشاكل بتحصل مع ممثلين تانيين او كومبارس او مجاميع يعني، ويعني بيحصل فيه زعيق جامد او اهانات يعني. المشكلة اللي بعدها اللي كانت مع شيرين عبد الوهاب، اللي هي قالت ان هو بيتعمد ان يبقى في مشاكل بين الفنانات وبعضهم، وانه بيوصل كلام من دي لدي. وطبعا الكلام ده رد عليه محمد سامي. يعني كل الحاجات دي بالمناسبه، وما الهدف بتاع الحلقه مش سرد كل المشاكل بتاعت محمد سامي، كما لو ان محمد سامي يعني بيفتعل مشاكل وكده، لكن الازمات كلها اللي مرت بمحمد سامي وازاي هو حتى طريقته في الكلام بتبقى فيها برضو نديه قويه جدا على في المداخله اللي دخلها وقت نسرين امام وياسمين صبري كانت بتحمل قدر كبير جدا من توجيه الانتقادات اللاذعه والقويه جدا لباقي الفنانات. اما خلافه بقى مع الممثله مريم صالح، فهي بتقول ان انا اتعثرت شويه وانا بمثل مسلسل الناس الاغراب، واضح الناس الاغراب ده مليان مشاكل كتيره يعني. فعشان لهجه صعيدي شويه فتعثرت، فراح مهددني وزعقني وهددني ان هو هيكلفني يوم تصوير ادفع ثمنه يعني بالكامل، وهو كان ثمنه $1,000,000. فانا اصلا كان اجري كله عباره عن 50,000، هدفع منين نص مليون جنيه او $1,000,000 حتى زي ما هددني. وكمان كانت مشكلته بقى انها غيرت شويه في النص، فقال لها لا ما تغيريش الكلام بتاعي خالص. ويعني كانت اشتكت هي قبل كده على الفيسبوك وحكت حاجات كتير جدا. خلصت الموضوع ووصلنا لاخر محطه يعني في المشاكل. حصل مشاكل تانية بعدها، ولكن يعني الحلقه طولت جدا. وهي دي باختصار كل الخلافات اللي حصلت بين المخرج محمد سامي وبين ناس كتير جدا. هتلاقي تنوع جامد قوي، لكن يجمعهم في الاخر انه اغلبهم او مش اغلبهم، هو كلهم تقريبا ستات.
وما تنساش تشترك في القناه. قول لنا رايك في كل الخلافات دي، مين اللي كان غلطان فيها، لان احنا مش واقفين في صف حد، لا شايفين ده غلطان ولا ده غلطان، سايب الانطباع عليكم بشكل مباشر بشكل كامل.